ومن انواع الكذب على الاولاد، والوعود الكاذبه اللي احنا نكذب على اولادنا ونقعد نديهم وعود كاذبه. فيعني مثلا انت لو نجحت يا حبيبي او جبت الدرجه النهائيه هجيب لك كذا، هجيب لك الهديه دي، وما تجيبش لابنك حاجه. يوم الاجازه هوديك اخرجك وما تودهوش. وعود كاذبه. او يجي الطفل بعد كده خلاص ما يصدقكش في اي حاجه، ويبقى عارف ان بابا ده ما بينفذش كلامه، وان بابا على طول بيكذب علينا. وللاسف تخسر ابنك، ان الثقه اللي بينك وبينه تخسرها. ده اكتر حاجه بتبقى مؤذيه انت بتاذي بيها ابنك، ان انت تقعد تكذب عليه وتديله وعود كاذبه. ما توعدش وما تقولش، احسن من اللي انت تقول وتكذب وما تنفذش وعدك. وفي شخص ما بيعتذرش، يعني مثلا مواعد ابنه يعمل له حاجه الفلانيه وما قدرش يعملها، المفروض ان انت في الحاجه دي تعتذر لابنك: وانا اسف، انا كان نفسي اجيب لك كذا بس انا دلوقتي مش هقدر اجيبها، ممكن ناجلها بعدين. ده بيبقى شخص محترم او شخصيه محترمه اللي بتعمل كده مع اولادها، وتقول لهم وتعرفهم بالظروف. غلط جدا ان انتوا تقولوا ان احنا بنحسس الولاد بحاجه. لا لا، الولاد معانا في البيت لازم يشاركونا حياتنا، لازم يحسوا ان في ايام حلوه وايام جميله هنقدر ننفذ كل حاجه انتوا عايزينها، وفي ايام صعبه مش هنقدر ننفذ الطلبات بتاعتكم. فلازم نستحمل بعض ولازم نعدي. تعودوا الولاد ان الحياه اصلا في يوم حلو ويوم صعب، في يوم وحش، وفي ممكن تحصل لنا حاجة لا كبيرة ووحشة بنحمد برضو ربنا عليها. تعودوا يا اولاد على ان الحياة كده، في ايام حلوه وايام صعبه. اما اللي انتوا تحسسوا ان الولاد اللي الدنيا حلوه قوي، وتقعدوا ان بابا هيقدر يعمل لنا كل حاجه، ان انا ماما هقدر اجيب كل اللي انتوا عايزينه، وفعلا تقعدوا تلفوا حوالين نفسكم وتستلفوا وتعملوا عشان تجيبوا حاجات للولاد، عشان بس ايه ما تزعلهمش، وعشان ما يحسوش ان بالظروف يعني الاقتصاديه. ده غلط جدا. الولد هيطلع طلباته وعايز طلباته تتنفذ، مش هيحس ابدا بغيره. هيطلع ان مش هيعرف يتعامل في الدنيا بعد كده، لان هيقابل ايام صعبه في حياته بعد كده مش عارف يتعامل فيها، مش هيعرف يعني ايه، مش عارف يتصرف ازاي. لا، لازم الولاد تعيش معاكم كل حاجه. لا، في ايام صعبه يا ولاد، في ايام احنا مش هنقدر ننفذ طلباتكم، في ايام صعبه هنبقى تعبانين، في ايام مش عارفه ايه. فلازم تفهموهم، لازم الولاد تتقبل ده وترضى وتتعود ان الحياه كده يوم حلو ويوم صعب وان الدنيا كده دي دار اختبار، مش دار باقيه عشان احنا بنعمل كل حاجه عشان نرضي ربنا، عشان في جنه وفي نار. لازم الولاد تفهم من صغرها الحياة.